ما ينفعش ان زوجتك تعرف اخبارك من بره. اكتر حاجه تتعب نفسيه الست من زوجها وتخليها مش حاسه بالامان وتحس ان هي ملهاش اي قيمه عند زوجها ان تعرف اخباره من بره. وقد يكون الزوج مش واخد باله او مش مدرك حاجه زي كده ومش عارف اصلا. يعني يجي مثلا الزوج هو جاي من بره بيعدي على والدته، غالبا بتبقى الام تحت وبشقته فوق، امه حبيبته هيحكي لها ويقول لها، فتقعد بقى تقول له يا حبيبي ايه اللي حصل؟ حصل وجرى ورحت وجيت وبتاع وكلام من ده. فخلاص هو حكى كل حاجه تحت، فيطلع بقى لزوجته فوق ينسى مثلا يقول لها ان انا رايح المكان الفلاني او انا هعمل كذا او كده. ممكن ما يقصدش على فكره، لان الرجاله ما بتاخدش بالها من التفاصيل الصغيره دي. تيجي الام تقول لاخته، واخته ممكن تقول لزوجها ويمكن تحكي قدام اولادها. تيجي الست، انا والله العظيم انا بقول الكلام ده لان انا نفسي الناس تبقى بتحب بعض، يبقى بينهم وبين بعض ألفة. لان في ازواج بيبقى بينهم وبين بعض حواجز مش بسببهم هم، بسبب حاجات خارجيه بتحصل وهم مش واخدين بالهم. فتيجي الزوجه نازله، تلاقي مثلا اخت الزوج ممكن تكون ايه، معلش يعني ساعات بتبقى مغرضه، وهي عارفه الست عارفه ايه اللي يوجع الست كويس قوي. تقوم تخلي البنت قاعده وتقول لها ايه، مش اخويا راح في المكان الفلاني او عمل كذا وبتاع. فهي في نفسيتها كده تزعل وتقول يعني انت تقول لاختك ولا مش عارفه بقى اللي حاصل بقى، وكل الناس عارفه عنك كل حاجه وانا ما تقوليش. فتحس ان هي اخر واحده في حياته، وملاش اي قيمه في حياته، ولا هي سره ولا هي ولا هي مثلا بيأمن لها ولا بيخاف عليه. وتتفاجئ تلاقيه كل عارف كل حاجه عن جوزها وهي مش عارفه. فيبقى بينها وبينه حواجز، ويمكن ده يبان عليها في المعامله. هي حاسه انه مش بيحبها، هو مش واخد باله اصلا. بس ده امر كبير مش امر سهل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حاجه بتحصل في حياه سيدنا النبي صدفه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. سيدنا النبي لما جاله امر الوحي، ده امر كبير وامر جلل. يعني انت يبقى عندك اسرار ايه اكتر من ده؟ شوفوا اكبر امر في الدنيا، يمكن حدث، يعني اكبر حدث في العالم وفي الكون. لما جاله سيدنا جبريل ونزل عليه في غار حراء وخاف من منظر، طبعا اول مره ينزل عليه الوحي وامر جلل. جرى، اول ما جرى على مين؟ جرى على زوجته. قال لا زمليني زمليني، وفي روايه تانيه دثريني دثريني، غطيني انا خايف، طمنيني. راح لمين؟ راح لزوجته. ونزل القرآن يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، وخدته وراحت بيه لورقة بن نوفل. القصة دي لازم نقف عندها. مراتك ما ينفعش تبقى آخر من يعلم. مراتك ما ينفعش إن هي ما تبقاش عارفة عنك حاجة. مراتك هي حياتك، حياتك هي حياتها. إن كانت أمك بتحبك وبتخاف عليك، مراتك بتحبك وبتخاف عليك. إن كنت أنت حياة والدتك، أنت حياة زوجتك برضه. والمصلحة واحدة والحياة واحدة. فخد بالك، انت ممكن ما تقصدش الحتة دي بس بيحصل. وتبقى البنت قاعدة تقول انا اخر من يعلم، انا جوزي بيخبي عليا. ممكن جوزها يعني مطحون في الدنيا ومش واخد باله، كل شغل حريم وكلام فاضي. فما ينفعش زوجتك تبقى اخر من يعلم عنك، ما ينفعش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الدنيا متاع وخير متاع الزوجة الصالحة. مفيش حد حياته تبقى سعيدة من غير زوجة جنبه، من غير زوجة بتحبه وتثق فيه. هي لما ما تلاقيش ثقة منك هتثق فيك ازاي؟ يبقى في حواجز بين الزوج والزوجة ومش عارفين. فما تخليش زوجتك هي آخر من يعلم. خد بالك، لما زوجتك تبقى آخر من يعلم والناس تكتشف دي وتحس فيك دي، هيهنوها وهيتجرأوا ان هم يغلطوا فيها، وهيتجرأوا اكتر ان يفرقوا بينكم، يبقى باب كبير كبير للفتنة بين الزوج والزوجة. فرجاء مراتك ما تبقاش آخر من يعلم، وربنا يقلب بين قلوبنا جميعا ويسعد كل زوجين، اللهم امين.